السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعلمك النهاردة أسهل وأشيك ربطة كرافتة ممكن تربطها في البيت لنفسك. موضوع بسيط جدا، هو مش محتاج إلا شوية تركيز بس صغيرين خالص. أول حاجة هتحط الكرافتة بالشكل ده، وهتعديها من تحت لياقة القميص برضو بالشكل ده. تمام؟ تاني حاجة، عشان الكرافتة تكون ربطتها مظبوطة من أول هنا لحد أول كمر البنطلون، فهتسيب اول زرار، التاني، التالت، الرابع، وهتشد الطرف الكبير، هتروح جاي مطلع الحرف بتاع الكرافته الصغير عند الزرار الرابع بالظبط بالشكل ده. هجيب الحرف ده كده والحرف الكبير كده، واروح جاي مثبتهم بصباعين الاتنين اهوت. تمام اهو. هعدي الحرف الكبير كده من تحت اهو. تمام، وبرضه مثبتهم بصباعين الاتنين. همسك اول حرف الكرافته، هدخله من الفتحه اللي انت شايفها دهيت، وهشدها اهو. تمام، هروح جاي لافف حرف الكرافته كده اهو، ومثبت برضه. تمام، هخلي حرف الكرافته يخش من تحت من هنا، يطلع من الفتحه دي كده اهو. تمام، زي ما انا ماسك كده همسك بصبعين التانيين اهو. همسك حرف الكرافته الكبير برضه، هعديه من الفتحه التانيه اللي انا عملتها ديت اهو. شايف اهو، بالراحه اهو. بس همسك بقى الحته ديت كده، دي اللي هتربط الكرافته، يعني دي اللي بتشد الكرافته اهو. دي اللي بتشد العقده اللي انا عملتها اهو. تمام، كده الكرافته جاهزه، مش ناقص بس غير ان انت هترفعها، تخلي الربطه هنا عند اول القميص. هتمسك بقى الطرف الصغير كده، وايديك زي ما انت ماسك تضيقها عند الايه، العقده اللي انت عاملها ديت. ايد هتشد لتحت، والايد التانيه هترفع لفوق اهو. تمام، ارفع لفوق على قد ما تقدر اهو، لحد ما تجيبها ايه للاخر خالص عند الايه اللي، وهتروح جاي ماسك الكبيره دي، مجمد على العقده، وايديك هنا بالظبط، تروح جاي شادد كده. الكرافته اتربطت اهيت، والطول لو بعدت لك شويه اهو بالظبط هتلاقيها. وعشان انا بس لابس بنطلون جينز، دوب هتلاقيها عند اول الحزام بالظبط اهو. يعني لو لابس بالازر هتبقى مظبوطه. بس اشوفكم فيديو جديد وحاجه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.